واحد من أهم الشخصيات التي تتخذ القرارات الكروية على مستوى العالم. ضيفنا النهاردة السيد فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي أو الجمعية المغربية كما يطلق عليها هنا في المغرب. نرحب بيك وأهلا وسهلا بحضرتك على هذا اللقاء. شكرا على الاستضافة، ولكن أنا اللي أرحب بك في المغرب. أهلا بك وبالطاقم الذي يرافقك. بطبيعة الحال هذا الترحيب كان دائما ترحيب للإخوان المصريين في بلدهم الثاني المغرب، كما أن المغاربة لما يكونوا في مصر طبعا يعني دائما يحسون بأنهم في بلدهم الثاني حقيقة. وهذه العلاقة التاريخية يعني هي التي تجعلني لا أركز كثيرا على الترحيب بكم وبالجماهير التي تتابع برنامجكم، وهي فرصة لوجه لها تحية خاصة الجماهير المصرية الشغوفة بكرة القدم، وإن شاء الله كل سنة وكرة القدم وجماهير مصر بألف خير إن شاء الله. السيد فوزي لقجع، يعني هبدأ مع حضرتك مباشرة دون زي احنا ما بنقول في مصر لف أو دوران. ليه دايما أو اللي بيرى الكثير إن صورة حضرتك في مصر ليست الصورة الأفضل، هي صورة سلبية، إنك حضرتك دايما ضد مصر، ضد أي قرارات ممكن في سواء لمنتخبات أو أندية. الصورة دي موجودة ليه؟ أنا في الحقيقة هذا الانطباع ما كانش عندي أبدا، أتكلم معك يعني بكل صراحة. انطباعي كان دائما أن علاقتي مع الإخوان المصريين كما قلت كجميع المغاربة لما أزور مصر، وزرتها باستمرار طبعا لحضور كل الاجتماعات اللي انعقدت في مصر، كان شعوري كما قلت كما شعور كل المغاربة أنني في بلدي الثاني. وكانت دائما علاقتي بالاتحاد المصري، يعني أنا كرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالمناسبة هذا هو الاسم طبعا الكامل والصحيح للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فعلاقتي لا الأخ هاني أبو رضا سابقا ولا الأخ جمال حاليا كانت علاقة أكثر من علاقة صداقة وتنسيق كروي، تجاوزت هذه الحدود وكانت علاقة أخوية. سامحني، بعض المواقف هي اللي بتحسس الجمهور الكروي المصري كده. أبرزها مثلا مباراة الأهلي والوداد وما حدث فيها من لغط والكلام ده كله. أنا أستاذي أرجع بك شوي إلى الوراء قبل ذلك. فلما كان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس يعني تأجيل كأس أفريقيا سنة 2019 بالكاميرون، الأخ هاني موجود، أنا كنت أول الداعمين وأول اللي طلب منه على أحقية مصر تنظيم كأس أفريقيا للأمم 2019 بمصر. حضرتك اللي طلبت ده مباشرة؟ نعم، من الأخ هاني أبو رضا، لأن كان فيه تساؤل هل المغرب سيتقدم أو لا. فجيت عند الأخ هاني مباشرة وطلبت منه أن مصر تقدم الترشيح وأن المغرب سيكون من الداعمين، وهكذا كان. وكانت عندنا يعني كان المكتب التنفيذي الذي أفرز أو أقر تنظيم مصر لكأس أفريقيا 2019. كان مناسبة احتفلنا معها مع الإخوان المصريين اللي كانوا حاضرين على هامش يعني المكتب التنفيذي، وكنا من يعني المساندين والمساهمين في إلى جانب الاتحاد المصري بقيادة الأخ هاني أبو رضا في إنجاح التظاهرة. أعتقد أن التاريخ سيحتفظ كما كانت قناعتنا من قبل أنها من أنجح الدورات لكأس أفريقيا للأمم. الآن فيما يخص المباراة اللي تكلمت عليها، وأقول لك بالمناسبة بأن علاقتي مع إدارة نادي الأهلي برئاسة الأستاذ الخطيب هي علاقة أخوية أيضا حتى الآن. حتى الآن أنا الأخ الخطيب لما شارك فريق الأهلي في كأس العالم بمدينة طنجة تنقلت شخصيا إلى فندق إقامة نادي الأهلي، والتقيت بالأخ الخطيب وقدمت له كل المساعدة اللي يحتاجها فريق الأهلي. بس دار نقاش بينكم يوم المباراة نفسها بعد المباراة
على منصة التتويج لا بعد لا لا المباراة؟ لا. ده نقاش كده. أنا أتكلم لك يا سيدي على كأس العالم للأندية. أنت تتكلم لي على المباراة بين الوداد والأهلي وحأرجع إليها اوكي. يعني بدون لف كما قلت أو دور مباشرة. فأقول لك بأن العلاقة نتاعي مع الأخ الخطيب علاقة متميزة تجسدت في هذه الزيارة الخاصة والعناية الخاصة بطاقم وبنادي الأهلي. وكنت مؤخرا من الناس الذين دافعوا عن فكرة ترأس الأستاذ محمود الخطيب لجمعية النوادي الأفريقية، اعتقادا مني وقناعة مني بأن الأستاذ الخطيب كشخص أولا تاريخه والرياضي والكروي يجعله شخصية سيرية في كرة القدم متميزة في كل المجالات. وثانيا إيمانا مني بأن نادي الأهلي ساهم إلى جانب النوادي العريقة الأفريقية في بناء صرح هذه المنافسة الأفريقية للأندية. لا أحد يمكن أن ينكر دور الأهلي في تميز هذه التظاهرة. وبالتالي فيعني أنا قناعتي وإحساسي على أنني من أقرب المسؤولين في الساحة الأفريقية إلى نادي الأهلي وإلى الأستاذ محمود الخطيب. على عكس على فكرة احنا بنشوفه. لا احنا بنشوف في بعض الحاجات الاهلي مثلا لما بيجي يلعب هنا بنلاقي في خطاب شكر للجمعية المغربية على حسن الاستضافة. الآن لما نرجع للمباراة فالمباراة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتنظيم المباراة في مدينة واحدة، يعني النهائي دون ذهاب وإياب في مباراة واحدة، كان فتح للترشيحات. المغرب تقدم إلى جانب دولة السنغال. هذا قبل حتى نعرف من سيلعب النهائي. مظبوط. الاتحاد المصري ارتأى لظروف خاصة بقيادة الأخ جمال أنه ما يتقدمش لتنظيم هذه المباراة. طبيعة الحال بعد ذلك يعني المكتب التنفيذي لجأ إلى التصويت، والمغرب مدينة الدار البيضاء احتضنت هذه التظاهرة يعني بفارق كبير. كيف لرئيس الاتحاد أولا أن يتدخل في شؤون الاتحاد المصري ويطلب منه أنه يتقدم لتنظيم التظاهرة لأنه قد يكون الأهلي في مباراة نهائي؟ هذا غير معقول يا سيدي. ثم ثانيا كيف لرئيس الاتحاد بعد أن لجأ المكتب التنفيذي للقارة الأفريقية أنه للتصويت لاتخاذ القرار المدينة التي ستحتضن هذه النهائي، وبعد فوز الدار البيضاء أرجع إلى الجماهير المغربية وإلى نادي الوداد الذي تأهل آنذاك إلى هذا النهائي إلى المباراة النهائية، وأقول لهم لا من فضلكم تخلوا عن هذا التصويت وعن هذا القرار وعن كل شيء لصالح دولة أخرى. هذا غير معقول يا سيدي. ثم يجب أن لا ننسى يا سيدي ولا تنسى الجماهير المصرية الشقيقة والحبيبة أنه السنة اللي قبل هذا النهائي نظمنا النهائي في الدار البيضاء وفازت فيه الأهلي في ظروف كوفيد يا سيدي، وما أدراك ما ظروف كوفيد. تجندت كل السلطات المغربية وكل أعضاء الاتحاد المغربي لتنظيم هذا النهائي والتشبث بهذا النهائي، وكنا أول من هنأوا الأستاذ محمود الخطيب وبعثة الأهلي ونادي الأهلي على فوزه بهذا اللقب. وبطبيعة الحال النادي الأهلي لا يحتاج إلى مباراة أو لا إلى ملعب لإثبات ذاته، فهو كما قلت نادي متميز جدا في هذه التظاهرة. جوابي كان بدون لف أو دوران. تحدثت عن مسار تاريخي وعن اللحظة وعن المباراة التي تحدثتم وتساءلتم عنها لرفع كل اللبس يا سيدي. أكيد. مين الشخصيات في مصر الرياضية اللي حضرتك بتحتفظ بعلاقات قوية جدا بيها؟ هناك مجموعة من اللاعبين القدامى الذين حتى أتيحت لي الفرصة للعب معهم هنا في مباريات أحبية. زي مين؟ زي جمعة والحارس عصام الحضري. والتقيت بمجموعة من الإخوان الصحفيين هنا وكانت لقاءاتنا حلوة. طب والمسؤولين بقى المصريين عن الكرة وعن الرياضة؟ وأنا التقيت، أنا قلت لك علاقتي مع الأخ هاني دامت لسنوات وتدوم اليوم الحمد لله،
لسنوات، وكان فيه أكثر من تنسيق كروي، بل قلت بأن العلاقات تجاوزت نحن علاقاتنا أخوية في كل المواقع، سواء من الفيفا أو داخل الكاف. ولم، وهذا هو اللي، هذه قناعتي الراسخة، وهذا هو الواقع الذي عشته، أنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن كان في ذهن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أحد أعضاء الاتحاد المغربي أو أي مسؤول رياضي مغربي أن يسيء أو حتى يفكر في الإساءة لأحد النوادي أو للكرة المصرية، لسبب بسيط: لأن التاريخ الذي يجمعنا أكبر بكثير من هذه اللحظات الكروية. بما ان حضرتك بتتكلم عن التاريخ بين مصر والمغرب والمنافسات، بتشوف ازاي حضرتك دايما المنافسة بين مصر والمغرب سواء على مستوى المنتخبات او الأندية؟ يا سيدي، أنا أقول دائما بأن مسار كرة القدم وكباقي المسارات وباقي المجالات الأخرى، فالمنافسة هي التي تفرز التميز والتطور. بدون منافسة لن يكون هناك أي تطور. مظبوط. مصر والمغرب إلى جانب دول أخرى لعبت دورا رياديا في هذه بس دايما مبارياتنا ومنافساتنا مع بعض جماهيريا وإعلاميا تماماً. بتاخد شكل كبير. ثاني، شكل كبير. طبعا. وهذا الذي يميز اليوم هذه المنافسات. أقول لك اليوم أن المباريات التي تجمع في الأندية بين نوادي شمال أفريقيا تكون دائما متميزة بحضورها الجماهيري وبمتابعتها الإعلامية وبمستواها الفني فعلا، وعلى مستوى المنتخبات أيضا. ما أتذكر أن حتى لما كنت طفلا متابعا لكرة القدم وللمباريات، أن إحدى مباريات المنتخب المصري والمغربي سواء في مصر أو في المغرب مرت دون هذا الاهتمام وهذا دي المتابعة المتميزة. وما أتذكر أيضا منذ طفولتي أن هذه المباريات لم تطبعها الروح الرياضية، بل كانت العلاقات الأخوية بين اللاعبين عبر الأجيال حاضرة، والحمد لله. المنافسة في الملعب المنافسة تبقى قوية جدا. وأنا لما تحدثت لك على اللاعبين القدامى، فأنا كنت تكلمت كثيرا عن مجدي عبد الغني وتحدث لي كيف لعب وكيف كانت خطته يعني لمراقبة اللاعب عزيز بودربالة، والحمد لله كنا ملتقين هنا في هذا المركز، لعبنا مباريات في جو أخوي. وأعتقد بأن هذا هو البناء وهذا هو التطور، وهذه هي يعني الأمور التي يجب أن تخدم الأجيال وتخدم كرة القدم عبر مساراتها. بمناسبة حضرتك اتكلمت عن هذا المركز، أنا عايز أهنئك على هذا الشرح الرائع، يعني حاجة تحفة. وأنا بالمناسبة لأضعك في الإطار هذا الشرح إلى جانب مجموعة من البنيات التحتية الرياضية، فهذا تصور استراتيجي يقوده جلالة الملك نصر الله طبعا في مسار تنموي شامل. الحمد لله. أنتم الإخوة المصريين زرتم المغرب وزرتم مجموعة من المدن المغربية، وستتاح لكم الفرصة لفعل هذا. هذه التنمية يعني تشمل جميع التراب الوطني ومختلف المجالات، وكان لابد أن تكون كرة القدم في بتحظى بجانب تماما ضمن هذا التصور الاستراتيجي. تمام. وهذا الصرح اليوم يجعل أن كرة القدم الوطنية تتوفر على إحدى المراكز الأفضل عالميا إن لم يكن الأفضل. الحمد لله. ما شاهدناه النهاردة بصراحة حاجة رائعة. كم الملاعب، حتى الملعب الرئيسي بتاع تدريب المنتخب الأول، فندق المنتخب الأول غير فنادق المنتخبات الأخرى، كم ملاعب التدريب، حتى في ملعب مغطى أعتقد ده لو الطقس الأمور صعبة. ملعب معمول، يعني حاجة ما شاء الله. في مستشفى، في يعني فعلا هو مركز يجيب مركز رابع على مستوى العالم. بارك الله فيك سيد، بارك الله فيك. ونتمنى إن شاء الله أن هذا المركز وفي إطار هذه العلاقات الأخوية مع الاتحاد المصري أن يكون فيه تعاون حقيقي، خاصة في الفئات العمرية الصغيرة. هنا
وفي القاهرة مصر. وفي مختلف المدن المصرية. نعم. وهذا هو التجسيد لتصور مستقبلي إن شاء الله أفضل أكيد. لنا جميعا. أكيد. سيد فوزي لقجع، مرحبا سيد. أسأل حضرتك سؤال واضح ومباشر دائما بدون لف ولا دوران. لا. أنا لقيت لك عنوان البرنامج لا، من غير لف ودوران. حضرتك معجب بالجملة دي. عايز أسأل حضرتك مرحبا هنا، سيد. هل حضرتك بتتدخل في تعيين الحكام للأندية المغربية أو للمنتخب المغربي؟ سيدي أنا أقول لك، أنا منذ 7 أو 8 سنوات وأنا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولو كنت أتدخل في تعيين الحكام لكان فريقي اللي هو نهضة بركان بالمناسبة من هنا أتيت لكان فاز على الأقل بلقب دوري. فريق نهضة بركان لم يفوز بأي لقب دوري لحد الآن. أقصد على المستوى الإفريقي. الوطني. لا، أقصد على المستوى الإفريقي الأول. اي انا نجيك، انا بديت لك من الاول. أوكي. لان التدخل في الحكام هي ثقافه. لو كان كان عندي هذه السلطه لاتدخل في تعيين حكام المنتخبات الوطنيه لفاز المنتخب المغربي بكاس افريقيا. يا اخي احنا المنتخب المغربي لم يفوز بكاس افريقيا منذ 1976. كان عمري 6 سنوات أنا ذاك، كان عمري 6 سنوات. إذا كان بإمكاني أنه في عمر أقل من 6 سنوات أتدخل في تعيين حكام أفريقيا فهذا إشكال آخر ونقاش آخر. ليه الكلام ده بيطلع على حضرتك بالذات، على السيد فوزي لقجع؟ هذا الكلام يتم ترديده ما بين حين وآخر. أنا إذا بغيت نتكلم فيما يتردد من أحاديث وفيما يقال، هذا المستوى أتركه جانبا. أنا أتحدث داخل المؤسسات. ولا حتى تدافع عن نفسك؟ أنا أتحدث داخل المؤسسات الرسمية وقراراتها الرسمية. إذا كان هناك حكم في القارة الأفريقية تكلمت معه في يوم من الأيام أو طلبت منه في يوم من الأيام، الآن خذ آخر مباراة خاضها فريق نهضة بركان ضد الفريق الليبي، والحكم بالمناسبة كان مصري محمد معروف. واش احنا تدخلنا في الحكم؟ إخوان الليبيين قالوا بأن الحكم المصري يعني تدخلت فيه الجماعة، هذا رأيهم، ولكن الواقع شيء. والكلام بإمكان أي أحد أن يبرر موقف أو وضع معين بيده. الإشكال الحقيقي اليوم هو أن نفكر جماعيا في تطوير مستوى كرة القدم، ومن بينها تطوير مستوى حكامنا. والمناسبة فأهنئ الاتحاد المصري لأنه هو إلى جانب الاتحاد المغربي هم الاتحادين الوحيدين اللي عملوا على يعني نشر الفار في البطولات الوطنية. هذا هو العمل لتطوير التحكيم الأفريقي. الآن الكل تحدث عن خطأ فادح ارتكبه حكم ارتكب في مباراة فريق جنوب أفريقيا مع فريق تنزانيا. الآن الكل سيقول رأيه والكل سيوجه أسهم اتهامه لمن يريد، ولكن أعتقد بأن المسؤولين من أبجديات المسؤولية أن يترفعوا في هذا. أنا ما حدث أن تدخلت في التحكيم حتى على المستوى الوطني طوال مسيرتي، وإن عرفت حكم واحد على المستوى القاري ولا الدولي، حتى احنا في كأس العالم ارتكبت في حقنا أخطاء. الكل شاهد مباراة تاع نصف النهاية والكل تحدث عن إمكانية ضربة جزاء وإلى غير ذلك، لكن إيمانا بقواعد الكرة وبأن الخطأ وارد وبأن الحكم إنسان، لازم أن نتقبل هامش من الخطأ. لما يكون الخطأ متردد، وأنا قلت لك لو كان عندنا هذا الأمر لما أقصينا تواليا من كأس أفريقيا في أدوار متقدمة جدا وباندهاش لكل المتتبعين. يعني لم يكن الإقصاء طبيعيا، الفوز بالكأس هو الذي كان سيكون طبيعيا.
احنا متفقين. طب انا اسالك لكن سؤال، لماذا لا تدافع عن نفسك في هذه النقطه؟ ليه يعني انت حضرتك بتقول انا لا اتحدث الا من خلال المؤسسات الجماهير، السوشيال ميديا دي عامل كبير دلوقتي ومؤثر في كره القدم تماما. لكن ليه ما بتدافعش عن نفسك؟ انا ادافع كلما اتيحت لي الفرصه لتوضيح الامر، كل فترات طويله قوي. ولكن الان كل واحد وطريقته في تدبير الامور. انا اخصص جزء كبير من وقتي للعمل، واعتبر بان العمل والتطوير والمشاركه والحضور الى غير ذلك هو احسن جواب. ولكن كلما اتيحت الفرصه لتوضيح الامور كنا من الموضحين. الان القرارات التحكيميه في افريقيا، متى كان عضو مغربي مسؤول في هذه المؤسسات عبر التاريخ، عبر تاريخ الكاف؟ قلت لك في البدايه نقدروا نبادلوا الاماكن، احنا بدلناها الان، غيرنا الاماكن. يلا بيك. منذ تاسيس الكاف لم يكن مغربي مسؤولا في لجنه التحكيم الافريقيه، لم يكن. واقول لك اكثر من هذا وذاك، حتى لما كان المرحوم بالقوله يحظى باعتراف لدى الفيفا وقاد مباراة النهاية، لم ينل هذا الاعتراف على المستوى القاري.